السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل الطريقة الصحيحة والوحيدة المظبوطة لتحضير مية الرز. مية الرز نستخدمها في ايه؟ نستخدمها للبشرة وللشعر، لتفتيح ونضارة البشرة وتكثيف وتطويل للشعر في ايام بسيطة. ليه؟ لانها مليانة من فيتامينات، فيها فيتامينات كتير جدا لا تعد ولا تحصى. فيها فيتامين بي، فيها منجنيز، فيها مغنيسيوم، فيها الياف، فيها واهم من الفيتامين فيها هو فيتامين اي. عشان نعمل ميه الرز ناخد مثلا معلقتين من الرز، هتغسليهم كويس وبعدين تسيبيهم تحطيهم في برطمان، ولازم يكون ازاز. هتحطيهم في برطمان وتحطي 3/4 ميه، يعني مثلا هتحطي ربع البرطمان رز بعد غسله، وهتحطي 3/4 الباقي ميه، وهتسيبيه في التلاجة لمدة 12 ساعة. أنسب وقت لمدة 12 ساعة في التلاجة، ما ينفعش برا التلاجة عشان خاطر ما يعفنش ويكون فيه بكتيريا وفطريات تضر بالشعر والبشرة بدل ما تظبطه. وحتى كمان وقت الاستخدام، يعني طالعين من التلاجة استخدميه وبعدين رجعيها في التلاجة تاني. زي ما قلنا هناخده معلقتين او ربع البرطمان، وهتحطي بقيته ميه وهتغطيه وتحطيه في التلاجة 12 ساعة. لمدة يقعد في التلاجة قد ايه؟ يقعد في التلاجة 3 ايام. 3 ايام اقصى وقت ليها. لو التلاجة بتاعتك كويسة بقى وبتسقع جامد، يعني مش اكتر من 4-5 ايام. وتعمليه تجديد مرة بمرة، يعني تجديد اول باول احسن ما تخليه فترة طويلة. هي كلها معلقتين رز، مش حكاية يعني. هتعمليه ازاي؟ بعد ما تقعد في التلاجة 12 ساعة هتصفيه وتحطيه في بخاخ، يا اما لو في للشعر مثلا هترشي على فروة الراس وتدلكي تدليك خفيف كده اهوت لمدة 5 دقايق، وتحطي على الشعر. مفيش مشكلة برضو على الشعر، ينعم الشعر ويطريه ويخليه لامع وجميل. هسيبيه على الشعر قد ايه؟ من ممكن ساعة لو انت حابه، وتغسليه بعد كده ممكن لغايه تاني يوم وتغسليه وقت ما تحبي، يعني مفيش مشكله خالص، مفيش ضرر من ميه الرز على الشعر. ينفع لاي نوع من الشعور، ينفع لجميع انواع الشعور، الشعر العادي والدهني والمجعد والضعيف والهايش والمتقصف والمتساقط، لان فيه فيتامينات كتيره اللي قلنا عليها. يبقى بعد ما تصفيه هتحطيه في البخاخه زي دي كده اهوت، وبرده يستحسن ان هي تكون ازاز برضو، وتعملي عشان زي ما قلتلك. لو يعني المية الرز بتنشف شعرك وده حاجة بعيدة جدا، بس نقوله مثلا ممكن تكون بتنشف الشعر، ممكن تحطي عليها معلقة من زيت الزيتون وترجيها كويس قبل الاستخدام وترشي وتستخدميها. في زيوت تانية ممكن نحطوها غير زيت الزيتون، ممكن تحطي زيت الجوجوبا، ممكن الافوكاتو، ممكن جنين القمح او جوز الهند، كلها تنفع. معلقة صغيرة على البخاخ ترجيها الاول بعدين ترشي على شعر. ده بالنسبة للشعر. اما بالنسبة للبشرة فهي بتدي نضارة فورية وتفتيح فوري للبشرة، تشيل التصبغات ونافعة جدا لتحت العينين. الناس اللي عندها اسمرار تحت العينين او حاجة او انتفاخات تحت العينين، تنفع جدا لتحت العينين. تتحط برضو على البشرة من نص ساعة لما فوق. عايزة تسيبيها لغاية مثلا لما تيجي بعد شوية تتوضي، بعد شوية تغسلي وشك رايحة مش عارفة فين، وقت ما تحبي تغسلي وشك يعني هتحطيها على وشك، مفيش أي ضرر منها على البشرة. كمان لو عايزة تحطي زيت للبشرة، هتحطي يا إما زيت زيتون أو زيت القهوة للبشرة. أحلى الزيوت للبشرة هو زيت زيتون أو زيت القهوة. برضو هتحطي معلقة صغيرة في البخاخة بتاعت البشرة
وهترجيها كويس وترش على البشرة وتدلكيها تدليك خفيف، وممكن تسيبيها زي ما قلنا لغاية لما تغسلي وشك عادي، يعني مفيش مشكلة فيها. يا رب الفيديو يكون عجبك ونال رضاكي. متنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.